أولا جدول مقارنة بالنتائج. قدمنا طعن يضم مجموعة من الإخطارات التي تقدمنا بها أمام السلطة الوطنية التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة الغير منطقية. الطعن من الناحية القانونية هو طعن نعتقد من وجهة نظرنا أنه مؤسس قانونا، باعتباره يحترم الأشكال القانونية في الطعن، ويحترم الآجال القانونية في الطعن، ويحترم الجهة التي وجه إليها الطعن من طرف الطاعن المعروف اللي هو المترشح. من الناحية الموضوعية أو من ناحية المضمون أو الموضوع، لا شك أن القرائن التي بين أيدينا هي قرائن قانونية، باعتبار أن الوثائق التي تقدمنا بها للمقارنة بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة في محضر الإعلان والأخطاء الموجودة في المحاضر التي بين أيدينا هي وثائق صادرة عن نفس الجهة، عن السلطة المستقلة. يعني المحاضر التي سلمناها في ملف الطعن هي محاضر صادرة على السلطة المستقلة، والمحاضر اللي فيها نتائج مخالفة هي محاضر، بمعنى أن تناقضت السلطة المستقلة.